كأس العالم في 2002 ما كانش مجرد بطولة، ده كان قصة عن فيلم قدر فيها البطل يتغلب على الإصابة ويرجع ويفاجئ الكل. الراجل اللي قبلها بسنتين كانت ركبته مكسورة وقاعد على كرسي متحرك والدكاترة قالوا مسيرته انتهت. الجماهير فقدت الأمل إنه يرجع، وهو نفسه كان شاكك إنه ممكن يرجع زي الأول. بس في 2002 يرجع ويقدم أقوى نسخة لمهاجم في تاريخ كأس العالم، هداف البطولة ب8 أهداف من غير ولا ضربة جزاء، قصة شعر أيقونية وقتها، ونسخة مبهرة لأفضل مهاجم في تاريخ الكورة. هكلمك النهاردة عن الأسطورة رونالدو نازاريو نسخة كأس العالم في 2002، وإزاي قدر يرجع من الإصابة الخطيرة ويقدم الأداء الأيقوني ده. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نصار. قبل ما نروح لكأس العالم لازم نرجع لسنتين لورا. سنة 2000 رونالدو في عز تألقه مع الانتر لحد ما تحصل الإصابة المأساوية، قطع كامل في وتر الركبة. رونالدو يقعد فترة يتعالج وبعدها يرجع ويتصاب نفس الإصابة تاني لحد ما يعمل عملية ويقعد فترة في العلاج الطبيعي ويقدر يرجع في نهاية موسم 2001-2002، وتم استدعائه لكأس العالم في 2002. بس للأسف الجماهير كانت حاسة انه مش هيقدر يرجع لمستواه تاني، وحتى رونالدو نفسه كان خايف يكون انتهى فعلا. ونروح بقى لموضوع حلقتنا، كأس العالم في 2002. البرازيل كانت في مجموعة فيها تركيا والصين كوستاريكا. البرازيل كانت داخله البطوله وعينها على حاجه واحده بس، هي كاس العالم، وعايزين يعوضوا خساره النهائي قدام فرنسا في 98. ونروح لاول ماتش في المجموعات قدام تركيا. رونالدو يبدا اساسي، يبدا الماتش وتركيا تسجل في الدقيقه 45، وبعدها رونالدو يسجل هدف جميل جدا ويتعادل للبرازيل، ويتم استبداله في الدقيقه 73، وبعدها ريفالدو يسجل هدف للبرازيل عشان البرازيل تفوز 2-1. ونروح للماتش الثاني قصاد الصين. رونالدو يبدا الماتش كاساسي، روبرتو كارلوس يسجل بفاول عالمي في الدقيقه 15، وبعدها ريفالدو يسجل الثاني للبرازيل، ورونالدو ياخد ضربه جزاء ويسجلها رونالدينيو بنجاح، واخيرا بطل حلقتنا يسجل في الدقيقه 55 ويتم استبداله في الدقيقه 72، وتفوز البرازيل على الصين 4-0. ونروح للماتش الثالث في المجموعات قصاد كوستاريكا. رونالدو يبدا الماتش كاساسي، رونالدو يقدر ان هو يسجل هدفين في الماتش ده والبرازيل تفوز 5-2 وتتاهل لدور ال16. ولحد دلوقتي رونالدو عامل بطوله ولا اروع، 4 اهداف في 3 ماتشات واداء جميل. المهم نروح لدور ال16 قصاد بلجيكا. رونالدو يبدا الماتش كاساسي، الماتش ده كان قوي جدا، بلجيكا كانت بتلعب بشكل كويس وضيعت اكتر من فرصه للتسجيل. ريفالدو يسجل الاول البرازيل في الدقيقه 67، ورونالدو يسجل الثاني في الدقيقه 87 عشان يقتل الماتش وتتاهل البرازيل لربع النهائي. وفي ربع النهائي البرازيل تقابل انجلترا. منتخب انجلترا كان قوي وقتها، كان فيه فيرديناند واشلي كول وبيكهام، وطبعا ابرز واحد وقتها في انجلترا كان مايكل اوين اللي كان صاحب البالون دور وقتها. المهم يبدا الماتش واوين يسجل لانجلترا في الدقيقه 23، وبعدها ريفالدو يتعادل في الدقيقه 45، وفي الدقيقه 50 رونالدينيو يسجل هدف اقل ما يقال عنه انه عالمي، بس بعدها رونالدو يتم استبداله في الدقيقه 70 وينتهي الماتش بنتيجه 2-1، وتتاهل البرازيل لنص النهائي عشان تقابل تركيا. وفي نص النهائي قدام تركيا لقينا رونالدو بقصة شعر غريبة جدا. طب ايه حكاية القصة دي؟ هقول لك بقى. رونالدو بعد ماتش انجلترا جاله شد عضلي، وكان في شك انه هيلعب الماتش قدام تركيا ولا لا، والاعلام البرازيلي كان عمال يتساءل هو رونالدو هيلعب نص النهائي؟ طب لو ما لعبش نص النهائي هيقدر يلعب النهائي؟ رونالدو كان قلقان من كمية الضغوطات الكبيرة اللي حواليه، وان الضغوطات دي كانت بتشتته جامد. رونالدو قرر يعمل حاجة مجنونة عشان الاعلام يسيبه في حاله. رونالدو قال انا رحت للحلاق قلت له احلق لي شعري كله وسيب حتة صغيرة بس من قدام، وطلعت القصة الايقونية اللي مشهورة لحد دلوقتي. وفعلا لما رونالدو نزل الملعب في ماتش تركيا كله قاعد يتكلم عن قصة شعر رونالدو الغريبة ونسيوا الإصابة. المهم نرجع لماتش تركيا في نص النهائي. الماتش ده كان متكافئ جدا بين الفرقتين، تركيا كانت كويسة جدا وكان في لقطات معينة كانت قريبة فيها انها تخرج البرازيل، وحارس تركيا هو كمان كان متألق. بس على مين بقى؟ رونالدو في لقطة سحرية يسجل هدف جميل جدا في الدقيقة 49، وبعدها يتم استبدال رونالدو في الدقيقة 68، وبعدها الماتش يفضل رايح جاي شوية، وفي النهاية البرازيل تتأهل للنهائي بهدف رونالدو عشان تقابل ألمانيا في النهائي. ألمانيا وقتها كان منتخب قوي جدا، وكان حارسهم الأسطورة أوليفر كان حارس مرعب في كل حاجة، شخصيته وتصرفاته وتصدياته، واحب اقول لك انه ما دخلش فيه غير جون واحد بس طول البطوله. الاعلام كان وقتها شايف ان مستحيل يتسجل جون في اوليفر كان، وان المانيا هتفوز على البرازيل في النهائي. المهم بقى نروح للماتش. رونالدو يبدأ الماتش كأساسي. الماتش ده كان صعب جدا، صعب كمان بالنسبة للبرازيل بشكل عام ورونالدو بشكل خاص، وخايفين يخسروا النهائي زي ما حصل قدام فرنسا في 98. النهائي يبدأ وكان في ماتش خاص بين أوليفر كان ورونالدو، أحسن حارس في البطولة قصاد احسن مهاجم في البطوله، واوليفر كان منع رونالدو انه يسجل هدف محقق في الشوط الاول، والشوط الاول ينتهي تعادل سلبي. ونروح بقى للشوط الثاني. الشوط الثاني يبدا وفي الدقيقه 67
ريفالدو يشوط كرة ما يقدرش يمسكها اوليفر كان بشكل صحيح عشان رونالدو يستغلها ويسجل الهدف الاول للبرازيل. وبعدها في الدقيقة 79 رونالدو بشكل جميل جدا يركن الكرة لأوليفر كان عشان يسجل الهدف الثاني للبرازيل ويقتل الماتش، وتفوز البرازيل بكأس العالم بفضل رونالدو، ويكون رونالدو هو هداف البطولة ب8 أهداف من غير ولا ضربة جزاء. كأس العالم في 2002 كانت بطولة خاصة رونالدو، لاعب قدر يتغلب على الإصابة ويثبت للناس إنه لسه موجود وما انتهاش. رونالدو قدر يسجل في 7 ماتشات من أصل 8 ماتشات في البطولة. وعلى فكرة رونالدو فضل الهداف التاريخي لكأس العالم ب15 هدف لحد ما كلوزا كسر الرقم ده في كأس العالم في 2014. وبعد المجهود الجبار لرونالدو في كأس العالم، رونالدو ينتقل لريال مدريد بعدها من انتر ميلان، ورونالدو كمان يقدر يفوز بالبالون دور. رونالدو قدر يتحدى الكل ويثبت انه لسه موجود، هداف كاس العالم ب8 اهداف، جاب للبرازيل كاس العالم وكان على قد المسؤوليه. ولو عجبتك السلسله بتاعت نسخ اللعيبه في كاس العالم، قول لي لعيب انت شفته عمل اداء خرافي في نسخه من نسخ كاس العالم وانا هعمل عنه حلقه الفيديو الجاي. وفي النهايه لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناه واكتب لي كومنت تحب اتكلم عن مين الفيديو الجاي.